قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والذكاء رزق مقسوم، والنبوغ عطاء الحي القيوم، صاحبه تلحظه العيون وترمقه القلوب. أنس على مائدة القرآن جلس، عرف الطريق وارتشف الرحيق، والنتيجة طفل ليس فقط يحفظ القرآن، وإنما أيضا يعرف مواضع الآيات كمن يراها رأي العيان. دنيا عجيبة، لكل من أهلها وجهة هو موليها، حطام وركام وزحام، وسطه أناس يبحثون عن شيء ما، تعدت نظرتهم حدود المنظور، وتغلغلت بصيرتهم إلى بواطن الأمور، حملت أجسامهم الصغيرة أنفسا كبيرة، للمعالي تحفزوا وعن غيرهم تميزوا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أكمل شيخ أنس. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا الحي تزينه الفوانيس، والقلوب يزينها إيمان حق بلا زيف أو تدليس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنس يحب رمضان لأن القرآن نزل فيه، ويحبه أكثر لأنه ختم القرآن فيه. أول غيث القرآن اقرأ أنس بها أنس، فراح يطبقها ويحققها. لله درك يا أنس، ارتع يا رعاك الله، والعب واسعد واطرب واضحك وافرح، فقد كدت في نشوة نبوغك أن تنسينا كونك طفلا. أنس يحفظ المصحف ويرى المصحف، صورة المصحف الشريف مرتسمة على واجهة قلبه، يعرف الآيات بمواقعها ومواضعها، ببداياتها ونهاياتها. إنه لم يحفظ آيات القرآن فحسب، بل حفظ المصحف بآياته وصفحاته وأرقامه وملامحه، اختزن كل ذلك في عقله الصغير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنس ابن السادسة، أحد نوابغ هذا الزمان، نفحة من نفحات القرآن، فتح من فتوح الرحمن. حقا إن العبقرية 10 أجزاء، جزء منها فقط موهبة، أما 9 الباقية فتربية ورعاية. إنها حجة بالغة أثبتها لنا أنس نابغة.